في يوم متأخر بالليل أبيجيل بطلة الفيلم كانت بتتدرب على الباليه في المسرح الفاضي، وفي نفس الوقت ده كان في عصابة بتحضر لعملية خطف، والهاكر بتاعهم قفل كل كاميرات المراقبة في بيت أبيجيل، والقناص اللي في العصابة طلع على السطح وفضل مستني يوصلها. وأول ما أبيجيل خرجت من المسرح ركبت عربيتها وما تعرفش إن العصابة حطت لها جهاز تتبع تحت عربيتها، ولما العربية اتحركت هم كمان بدأوا يتحركوا وراها، والهاكر فتح لهم أبواب البيت كلها ودخل 3 منهم واستخبوا في أوضة أبيجيل ورا العفش. وأبيجيل وصلت البيت ونامت على السرير، فالمجرمين انتهزوا الفرصة دي وهجموا عليها، وواحد منهم حاول يمسكها ويكتفها، ولكن أبيجيل كانت أقوى منه وغرزت قلم رصاص في إيده، وواحد تاني من العصابة مسكها وحط إيده على بقها علشان يسكتها، والأولاني كان هيضربها بس واحدة من العصابة منعته وقالت لهم إنهم مش هيأذوا الطفلة، وبعد كده بيحقنوا أبيجيل بمادة مهدئة علشان تنام. والنص التاني من العصابة كان بره البيت، وواحد منهم شاف عربية جاية فحذر اللي جوه، والقناص فضل يراقب العربية، فالتلاتة اللي جوه حطوا أبيجيل في شنطة وخرجوا من الشباك وهربوا بيها، وفي الآخر وصلوا لمكانهم اللي هو قصر قديم مهجور بره المدينة، وهناك بقى قابلوا لامبرت الراجل اللي وظفهم للعملية دي. وبعد ما ربطوا أبيجيل في السرير لامبرت ذكرهم بالقواعد، مفيش أسماء ولا قصص شخصية ومحدش يدخل في مشاكل مع التاني، والشغلانة مدتها 24 ساعة، ولازم يرعوا أبيجيل لحد ما أبوها الغني يدفع ال50 مليون دولار. ولامبرت محبش يقول لهم أبوها مين، ولكن جمع تليفوناتهم علشان محدش يتعقبهم قبل ما يمشي، وبعدها سمى كل واحد في الفريق باسم علشان هي ما تعرفش أسمائهم الحقيقية، والفريق بدأ يستمتع بالبيت ويشربوا مشاريب. وواحدة من الفريق اسمها جوي حاولت إنها تخمن حكاية كل واحد من أعضاء الفريق، وفعلا قدرت تخمن صح، وقالت إن فرانك كان محقق وبيتر كان عضو في المافيا، أما سيمي فهو هاكر من عيلة غنية وبيعمل الشغل ده للتسلية، وبالنسبة لريكلز فكان قناص، أما دين فهو مختل عقلي والسواق بتاعهم. وبعد شوية جوي راحت تتأكد من حالة أبيجيل واللي كانت بتشتكي إن الشريطة اللي على عينيها ضيقة عليها، وجوي شالت الشريطة وغطت وشها، وأبيجيل قالت لها إن الكلبشات كمان وجعاها فحركت إيديها قدامها. ولما أبيجيل بدأت تعيط جوي طمنتها وقالت لها إنهم مش هيأذوها وكل اللي عايزينه هو الفلوس، وأبيجيل طلبت من جوي وعد إنهم مش هيأذوها، وجوي قالت لها إنها عندها ابن، وفي المقابل أبيجيل قالت لجوي إنهم غلطوا لأن أبوها مش بيهتم بيها. وقبل ما جوي تمشي أبيجيل قالت لها أنا أسفة على اللي هيحصل لك، وده خلى جوي تقلق جدا. ورجعت جوي للمجموعة وقالت لفرانك إن أبو أبيجيل ممكن يكون راجل عنيف، ولكن فرانك رفض الكلام وقال إن ده مجرد محاولة من أبيجيل علشان تخلي جوي تحس بالذنب. وبعد شوية فرانك راح يتأكد بنفسه من أبيجيل واتصدم لما شافها من غير عصابة على عينيها، فغطى وشها بسرعة ووجه المسدس ليها وطلب منها تحلف إنها ما شافتش أي حاجة. وبعد ما حلفت فرانك ضغط عليها لحد ما قالت إن أبوها اسمه كريستوفر لازار، ولما فرانك سمع الاسم ده اتصدم ورجع للجماعة وقال لهم إنه لازم يمشي دلوقتي، والباقيين طلبوا منه يفهمهم هو فيه إيه وعايز يمشي ليه، فقال لهم فرانك إن البنت دي بنت كريستوفر لازار زعيم جريمة كبير وخطير جدا. وجوي وريكلز كمان عرفوا الاسم وبدأوا يتوتروا، وحصل نقاش في الفريق هيتصرفوا ازاي، وفي الآخر قرروا يكملوا الخطة وياخدوا الفلوس علشان يهربوا ويبدأوا حياة جديدة بعيدة عن المشاكل، واتفقوا يراقبوا المكان ويقفلوا كل الأبواب. وبعد كده جوي بدأت تدور في البيت علشان تتبع الصوت جاي من شباك مفتوح، ولكن وهي بتحاول تقفله شافت تمثال قديم لأب وابنه، وبعدين ريكلز جه وحاول يغازلها ولكنه فشل. وفي الوقت ده سامي كانت لقت أوضة فيها تلفزيون، وفجأة اتفاجئت إن في حد وراها، ولكن طلع دين اللي كان بيهزر وحاول يغازلها ولكن هي طردته. أما بيتر فكان نايم وصاحبه رسم له على وشه وهو مش دريان. وبعد كده بدأ يتحرك في البيت ودخل ممر ضلمة مليان صور قديمة من ضمنها صورة بنت شبه أبيجيل جدا، وبعد كده نزل على مطبخ الدور اللي تحت وفتح الباب، وهو داخل الأوضة لوحده كان مرتبك جدا، وفجأة اتخض من فار ظهر قدامه، ولما كان بيحاول يخرج حاجة كده مسكته من رجليه وجرته لورا، وسامي سمعت صرخته ونزلت بسرعة على الدور السفلي ولقت دين قاعد على الترابيزة، ولما حاولت تقرب منه راسه وقعت فصرخت سامي واترعبت. وبعد شوية المجموعة وصلوا للدور السفلي
سامي وبدأوا يتكلموا واتفقوا ان سامي مش ممكن تكون عملت كده ابدا، وافتكروا حكايات عن قاتل مأجور اسمه فالديز من كام سنة، والقصة كانت عن 3 اعضاء من عصابة لازار اللي اتقبض عليهم من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكانوا مستخبيين في اوضتهم في فندق قبل محاكمتهم، ولكن الصبح لقوهم جثث والباب كان مقفول، فقرروا يطمنوا على البنت ولقوها بخير في الأوضة، ولكن ريكلز كان لسه خايف من فالديز وعايز يمشي، ولما فتح الباب الأمامي اكتشفوا بوابة جديدة وبيتر حاول يفتحها ولكن ما قدرش، وفجأة شغلوا نظام أمني قفل كل الشبابيك، والمجموعة اكتشفت إنهم كلهم محبوسين، وجوي كان شايف إن ده مجرد فخ، ولما ريكلز جري يدور على سلاحه لقاه اختفى، وجوي سأل أبيجيل إذا كانت شافت حد غيرها هي وفرانك، ولكن أبيجيل أكدت إن الإجابة لأ، وشاركت فرانك إنها مهددة من واحد بيشتغل عند والدها واسمه الحقيقي فالديز، وجوي وريكلز اتفقوا يدوروا على مخرج، ولكن وهم بيحاولوا يخرجوا سمعوا صوت، وريكلز كان واقف بارتباك، ولما جوي راحت تشوفه لقت إنه متعور ووقع في حضنها، فجوي اتعصبت واتهمت فرانك إن هو فالديز وإنه قتل ريكلز، ففرانك طلع مسدسه وقال لجوي إنها مخدوعة من أبيجيل، وطلب من بيتر يتصرف، وبيتر راح للأوضة علشان يقتل أبيجيل، ولكن جوي وصلت في الوقت المناسب ونزعت سلاحه بسرعة، وفي النص أبيجيل فكت نفسها بسهولة ووقفت تعمل حركة باليه، وهنا كشفت عن وشها الحقيقي إنها مصاصة دماء، وهجمت على بيتر وكانت هتعضه، ولكن فرانك ضرب عليها نار، بس المفاجأة إنها قعدت تتعافى لوحدها، وجوي حاولت تضربها بالنار برضه ولكن الرصاص ما كانش بيأثر عليها، وبعد كده جريوا وقفلوا الباب، والمجموعة كانت خايفة واكتشفوا إن أبيجيل هي فالديز طول الوقت، وإن الأبواب كانت مقفولة بمفاتيح مغناطيسية وما كانش عندهم المعدات يفتحوا الأبواب، وكانوا مرعوبين، ولما بيتر قال لهم يهدوا فرانك مسكوا من رقبته وهدده، وفي الآخر فرانك وجوي مسكوا عصيان البلياردو علشان يعملوا حصص، وسامي راحت تدور على التوم في المطبخ، أما جوي فما كانتش عايزة تقتل أبيجيل علشان خايفة من رد فعل والدها، ولما كانوا جاهزين دخلوا أوضة أبيجيل ولكن ما قالولهاش، وهناك سمعوا موسيقى ودخلوا أوضة تانية ولقوا أبيجيل بترقص مع جثة دان، وأبيجيل اتظاهرت إنها بريئة، ولكن لما سامي هجمتها هجمت عليها أبيجيل وشمت التوم اللي ما كانش بيأثر فيها، وفرانك حاول يساعد ولكن اتزق لبعيد، وبيتر حاول يرفعها ولكن رمته على الأرض بكل سهولة، وأخدت الصليب اللي كان لابسه وضربته بيه لحد ما نزل منه دم علشان تثبت إن الصليب ما بيأثرش فيها، وبعدها فرانك حاول يطعنها من ظهرها ولكن هي نزعت السلاح وطعنته في رجله، وبعد كده المجموعة رجعت الدور السفلي، وجوي ساعدتهم في معالجة جروحهم وافتكرت إنهم لسه عندهم حقنة احتياطية من اللي استخدموها علشان يخطفوا أبيجيل، واتفقوا يتفرقوا، وأول لما حد يلاقي البنت يبلغ جوي بالسماعات علشان يفاجئوها بالحقنة، وبدأوا يدوروا في البيت، وسامي دخلت ممر متوسخ كده، وهناك لقت مجموعة خفافيش طارت عليها ووقعت في حمام سباحة مليان بجثث متعفنة، ولما فرانك فتح الباب فجأة خبطه جامد لدرجة انه وقع من فوق السور، وبعد كده أبيجيل جريت وراه وخلته يتزحلق على السلم قبل ما تقعد عليه، وجوي استغلت الفرصة وحاولت تحقنها بإبرة، ولكن أبيجيل خبطتها بإيديها وطيرت الإبرة، وفي الوقت ده سامي مسك أبيجيل وسحبها لبعيد، بس الطفل عضها من دراعها، وأبيجيل مسكت فرانك من رجله وبدأت ترفعه في الهواء، وفجأة بيتر هجم عليها ووقع فرانك، وبيتر بعد كده مسك أبيجيل، وجوي بسرعة استرجعت الإبرة وحقنتها بمهدئ، والطفل هددهم وقال كلام جارح لجوي قبل ما يغمى عليه، وسامي اتجنن وفضل يتساءل لو كانت هتتحول بسبب العضة، وبعد شوية أبيجيل فاقت ولقت نفسها محبوسة في الأسانسير، وجوي قال لها لو عرفتهم ازاي يخرجوا من هنا هيسيبها، ولكن أبيجيل اعترفت انها كانت مخططة لكل حاجة، وان لامبرت اساسا بيشتغل لحسابها وعارفة كل اساميهم الحقيقية، وبدأت سامي حياتها بسرقة فلوس اهلها الاغنياء، اما بيتر فكان عضلات لعيلة جريمة وسرق منهم، اما فرانك فكان محقق متسلل لعيلة مجرمة وبعدين استمتع بالحياة الغير قانونية، وبالنسبة لجوي فكانت دكتورة في الجيش ولكن فصلوها علشان ادمانها على الطب، وسابت ابنها مع ابوه علشان تشتغل دكتورة سرية للناس المشبوهة، وفي لحظة الكل اكتشف انهم كانوا غلطانين في حق لازار او عصابته بطريقة ما، وجوي قالت ان أبيجيل بتقتل اعداء ابوها ولكن ما قتلتهمش على طول لانها بتحب تلعب بالاكل بتاعها، وأبيجيل قالوا لو سمحوا لها تخرج
تخرج هتسيب 2 منهم يعيشوا، ففرانك اقترح يقتلوها، فأبيجيل زودت العرض وقالت إنها هتنقذ بس اللي هيطلعها، فبيتر طلع مسدس وجوي عمل نفس الحاجة، وفضلت هي وفرانك يشرحوا إن أبيجيل بتكذب، ولكن بيتر حاول يحررها على أي حال، وجوي ضرب عليه نار والجروب كله ماشي ما عدا فرانك اللي اتطوع للحراسة، وفرانك قال لها إنه هيخرجها لو قالت له إزاي يخرج، فأبيجيل قالت له يشيل كتاب أجاثا كريستي من المكتبة علشان يفتح باب سري، وفرانك شكرها ولكن رفض يسيبها، فأبيجيل بكل سهولة كسرت الباب وهجمته، بس في اللحظة دي جوي كسر ألواح خشب من الشباك ودخل نور الشمس اللي حرق إيد أبيجيل وخلاها تجري على الظل علشان تعيد نمو إيديها، والمجموعة كلها وصلت المكتبة وقعدوا تحت الشمس اللي داخلة من الشباك اللي جوي فتحه، وسامي ارتاحت لما لقت إن النور ما سببش ليها أي حاجة، وفرانك سحب الكتاب اللي قالت عليه أبيجيل، ولكن ما فيش أي حاجة حصلت لأنها كانت بتكذب، وجوي حاول يحطم الحيطة ولكن فشل، وبعد كده شرح لسامي إنها سابت ابنها علشان تنظف، وكانت خطتها تستخدم فلوس العملية دي علشان ترجع له وتبدأ من جديد، والكلمة دي ادت لسامي فكرة إنهم لو لقوا مصدر الطاقة تقدر تقطع الأقفال، فالفريق انقسم لنصين وبدأوا يفتشوا البيت، وفجأة أبيجيل شغلت الموسيقى من تاني، وسامي بدأت تتحول بسرعة لمصاص دماء بفضل العضة، وهجمت على بيتر وعضته في رقبته، وأبيجيل كانت بتتكلم من خلال سامي وهي بتتغذى عليها وبعد كده قتلتها، وفي النهاية جوي وفرانك وصلوا ولكن سامي خبت وشها، بس الباقي شكوا فيها وعرضت عليهم التحول بتاعها، فالاتنين هربوا فورا، وسامي طردتهم ووصلوا للمكتبة، وأبيجيل شرحت لهم بصوت سامي إنها بتكره الأوضة دي علشان كانت المكان اللي أبوها اتحول فيه، وجوي استخدم صينية علشان يعكس نور الشمس اللي حرق جسم سامي، وفي اللحظة دي في باب سري اتفتح، ورغم انهم كانوا فاكرين انه فخ ولكن قرروا يعدوا منه، وبعد ما عدوا من ممر لقوا التحكم في القصر ولامبرت اللي كان مصاص دماء برضه، ولامبرت مسك جوي من رقبته وشرح لها كل اللي حصل، وقال انه بيشتغل لأبيجيل علشان تهدد عيلته، وانه دلوقتي بيساعد في تجميع اعداء ابوها علشان تلعب بيهم، ولامبرت عرض على فرانك يتحول لمصاص دماء لو وعد انه هيساعده، وبالفعل وافق فرانك، ولامبرت عض فرانك وخلاه يشرب من دمه، وفرانك اتحول لمصاص دماء بطريقة مؤلمة، وبعد كده لامبرت قال لفرانك انه لازم يتغذى على جوي، بس فرانك بدل ما يسمع كلامه بنشوفه بيطعنه، وده خلى لامبرت ينفجر، وفي اللحظة دي أبيجيل وصلت وحاولت تهاجم فرانك ولكن هو قدر يهزمها وشرب من دمها، وجوي استغلت الفرصة وجريت على لوحة التحكم علشان تلغي تدابير الأمان واستعادت موبايلها كمان، بس وهي بتهرب من الممر السري لقت ان الباب مقفول، ووقتها كان فرانك خلص تغذيته على أبيجيل ورمى جسمها، وجوي اتصلت بابنها وسابت له رسالة صوتية مؤثرة، وفرانك لقاها بعد كده وجرها على المكتبة وبدأ يرميها على الأساس ويكسرها، وجوي حاولت تدافع عن نفسها ولكن لكمتها ما كانتش مؤثرة أبدا على فرانك، وبعد كده مسكها من رقبتها ورماها على الأرض، وفجأة أبيجيل مسكتها في الوقت المناسب وقالت إنها ضعيفة ومش قادرة تهزم فرانك لوحدها، وطلبت من جوي تساعدها في قتله، ووعدتها إنها تسيبها تشوف ابنها تاني لو ساعدتها، وهنا فرانك قرب منهم والبنات اتحدوا علشان يقتلوه، ولكن مهما حاولوا هو برضه كان أقوى منهم بكتير، بس بعد ما وقع أبيجيل على الأرض فرانك طعن جوي في كتفها بشريحة لحم وعلقها على عمود، وبعدها رجع يقاتل أبيجيل وعضها مرة تانية، وأبيجيل لمحت لجوي بوعدهم وهي بتحاول ترفعها بصباعها الصغير، ولما وقعت أبيجيل فرانك سحب جوي من الشريحة وعض رقبتها قبل ما يرميها على الأرض، ولما فاقت فرانك استعمل قوته كمصاص دماء علشان يجبرها تمسك الستيك وتهاجم أبيجيل، ولكن جوي عملت نفسها إنها بتسمع كلامه، وبعدين لفت على فرانك ودفعته، وده ادى لأبيجيل الفرصة إنها تنط عليه، وأبيجيل فضلت تقتله وهي بتشرح له إن القوة بتاخد وقت على ما تتطور بالكامل، وعلشان كده هو مش قادر يتحكم في جوي ولا يحولها دلوقتي، وأثناء ما كانوا مشغولين كده جوي استرجعت الوتد وسحبت فرانك لتحت، وبعدين هي وأبيجيل اتحدوا وطعنوه لغاية ما انفجر، وبعد كده جوي كانت قلقانة إنها ممكن تتحول هي كمان، بس أبيجيل طمنتها إن ده مش هيحصل علشان فرانك مات، وأبيجيل وفت بوعدها وسابت جوي تمشي وقالت لها تروح تدور على ابنها، وفجأة حد مسك كتف جوي وطلع والد أبيجيل اللي هو لازار اللي قال إنه عاش بكتير
كتير من الأسماء على مر السنين، ولازار كان عايز يقتل جوي، ولكن أبيجيل دفعت عنها وقالت إن جوي أنقذت حياتها وكانت جنبها لما هو ما كانش موجود. ولازار قبل إيد جوي وشكرها وسابها تمشي، وجوي جريت على الشاحنة واكتشفت إنها لسه معاها مصاصة، ففضلت تاكلها وهي سايقة لبعيد. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.